نقف النهارده على البحر علشان نقول للنظام ونقول للداخليه ان احنا مش هنسيب حق خالد، مش هنسيب حق اي حد انتهكت حقوقه من قبل وزاره الداخليه ومن قبل ضباط وزاره الداخليه. الشباب السكندري كله زي ما انت شايف عدد رهيب موجود النهارده على كورنيش اسكندريه، شباب غاضب، شباب عارف حقه كويس قوي، شباب مش هيسكت ومش هيهدى ومش هيهدى له بال غير لما حقه يجي، غير لما نوقف الانتهاكات الامنيه اللي بتحصل من قبل والضباط وزاره الداخليه اللي بقت ممنهجه. دي الوقفه الرابعه على التوالي اللي بنعملها على الكورنيش من اجل ضحايا التعذيب، وطبعا على راسهم الشهيد خالد سعيد. وقفه سلميه احتجاجا على اللي بيحصل من انتهاكات بتحصل من الشرطه بحق الشعب المصري، انتهاكات غير قانونيه، لا قانون دولي ولا اعراف ولا قوانين شرعيه ولا حتى في الشريعه الاسلاميه او اي شريعه اخرى بتقرها، سواء بقى شريعه سماويه او حتى الشرائع الوضعيه. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل في خالد كده، ويعني هو انتوا قتلتوا ليه؟ خالد سعيد مش لوحده، احنا كلنا خالد سعيد. كل اللي حصل لخالد ممكن يحصل لاي حد فينا، فاحنا لازم ما نسكتش على ظلم، ما نسكتش على اهانه. احنا شعب عنده كرامه طول عمره، ولازم الحكومه تعرف كده والدنيا كلها تعرف كده.